أنا شخصيًا حسيت بالانهيار تام، بانهيار تنهارت وبقيت كنقول بقيت كنقرا بلا ما كنقرا القرآن. هذه هي النهاية. سجن تازممارس من بين أخطر السجون اللي تبنات في المغرب. هذا السجن كان فيه العسكر بما فيهم الضباط اللي كانت عندهم علاقة بالانقلابات على الملك الحسن الثاني، منهم انقلاب الصخيرات سنة 1971 وانقلاب أفخير سنة 1972. سجن تازممارس كيتموقع في الجنوب الشرقي للمغرب. الهدف من هذا السجن كان هو تعذيب الجنود والضباط وجميع المتدخلين في الانقلابات اللي داروا على الراحل الحسن الثاني. بالنسبه للزنزانات كانوا صغار بزاف، ما فيهمش الضوء والماء وحتى المرحاض ما كانش، بالاضافه للمعامله القاسيه والوحشيه للجنود، وكذلك الاكل اللي كان رديء لواحد الدرجه اللي ما يتقبلهاش العقل. نتلاقاو في الفيديو الجاي. السلام عليكم. لا تنسوا